السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكفتة بطريقة حلوة جدا جدا جدا. انا عملتها معاكم قبل كده بطريقتين، والطريقة اللي تعجبك هتعمليها. انا النهارده هعملها بطريقة جديدة، وهتعملي معاها اللي تحبيه: مكرونة، رز، مكرونة سباكيتي، وسلطات. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة، ومعايا بصلتين فرمتهم كويس جدا بنزلهم. وبجيب كيس اللي هو الخلطة المفروم، اللي هو بيزود لزيادة الكمية اي نوع طبعا تحبيه. تمام، انا بحطه على البصلة وبسيبه حوالي 5 دقايق كده. يعني بعد ما بخلطهم مع بعض كده بسيبهم 5 دقايق. هو فعلا بيزود الكمية وبيدي طعم حلو جدا جدا، وياريت تجربيه. وبعد كده بنزل معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وبيبقى عليها نسبة من الدهن. وبعجنهم كويس جدا، كان بيتعجن في كده زي العجينة. تمام، لغايه ما يتجانسوا مع بعض. البهارات: فلفل اسود وملح وبابريكا مدخنه، بس كده. لان انا الكيس اللي انا حطيته برضو فيه نسبه من البهارات، بدعكم كويس جدا كده. تمام، زي العجينه. وبعد كده بسيبهم 5 دقايق، وبعد كده ببدا اصبعهم زي ما انت عايزه. انا هنا معايا معلقه من الصلصه وذره ملح. تمام، والميه البصل اللي كانت نازله مني دي هصبع بيها كده. بجد بتدي طعم حلو جدا، وكمان بتسهل عليكي ان هي اللحمه ما بتلزقش في ايدك. وزي ما انت عايزاها صابع كبير او صابع صغير براحتك خالص. بجد الكيس ده هو بيدي طعم حلو جدا جدا للحمه المفرومه، وبيخليها بجد في حته تانية خالص. وهتجربيها ان شاء الله باذن الله وهتعجبك. انا ما حطيتش اي اضافات غير الكيس ده بس. وعملتها قبل كده معاكم بالبرغل، وكانت طعمها حلو جدا جدا. وقبل كده عملتها بفول الصويا، والطريقة اللي تعجبك بجد اختاريها، كلهم احسن من بعض. انا هبدأ اصبعها زي ما انت شايفة كده. عايزاها صغير كبير براحتك. انا كمان ما عملتش الكمية كلها، انا عملت على قد ما انا عايزة، والباقي فرزته في التلاجة. صبعته وشيلته. تمام، انا خلصت كده من نص الكمية، ما عملتش الكمية كلها. وبعد كده ادخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الوسطاني. وبجد طعمها حلو جدا جدا، وسهلة وبسيطة وسريعة كمان. خاصة في ايام الامتحانات دلوقتي احنا بيبقى عايزين اكلات سريعة ومش مضيعة للوقت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.